الإصلاح ديال الكلام ديال التلفازة، والناس اللي كيقولوا المغرب زين راه كيساهموا وكيجرموا في حق هذه البلاد. خاص المسؤولين يعطيو تقارير صحيحة، ولكن كاين ما هو أعمق. حنا كنبقاو نحاسبوا غير المنتخبين، كاين الناس الإدارات مزيانين، كاين الناس اللي كنتكلموا على هذا الشيء، كنتكلموا على هذه الطريقة هذه. المواطن كيعاني. واش الإنسان اللي ما يقدرش يشري مثلا، نعطيك مثلا كيلو ديال اللحم السنة كاملة، تيجي العيد الكبير هذه ياكلوا واحد العدد قليل ديال الناس، والشارع العام أمام المرأة ومسمع من المسؤولين راه هو اللي عامر. عطاوي يقدر الصرف زايد وصار يخلصوا عليه. خلصها با حسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس، وبالضبط كنتواجدوا في سوق الحي الجديد بن سودة. اليوم جينا نشوفوا الأثمنة ديال الخضر هنا في هذا السوق. هذا السوق كارثي بما للكلمة من معنى. الخضرة كاينة موجودة، ولكن الثمن شي شوية مرتفع ديال بعض الخضروات، وبعض الخضروات الثمن ديالهم معوض، ولكن الدرويش شحال ما تعوض دائما كيبغي يزيد يتعوض اكثر. فالسوق ديال الحي الجديد كما قلت كارثي. معنا السي حسن، اشهر خضار هنا، مول مطيشه معروف. خليكم معاه السي حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا بأس الحمد لله، الله يبارك فيك. السوق هذا شو سميتو هنا؟ حي جديد بن سودة، هذا السوق الوحيد هنا في السمية ديال السوق، ولكن بن سودة كلها ولات سوق. هذا السوق شبه مغلق، يعني كتخدم فيه. نقدروا نقولوا بعوض نقولوا حي بن سودة، نقولوا سوق بن سودة، يعني سوق اللي ندير عباد الله محتلين الملك العام. السلطات ما كتحركش. هيا مرحبا، يلا مرحبا. الخضرة الثمن ديالها اش غادي نقول لك، الخضرة مطيشة كاينة مزيانة ب7 دراهم 6 دراهم، والمعروطة كاينة عاوتاني 4 دراهم 2 دراهم ونص 3 دراهم، يعني كل واحد على الجهد ديالو. اللي بغى شي حاجة راه غيلقاها. هاد شوية ديال الندرة، هادشي ناتج على يعني المناخ، يعني البرد ما كتحمرش، وداك التصدير العشوائي اللي كيصدروا هاد الناس اللي متحكمين في السوق ديال المطيشه في اكادير، هما اللي كيتحكموا في هادشي. حسن انت كتمشي للمارشي كيدير الخضار الانواع ديالها في المارشي. اش غادي نقول لك، البطاطا 5 6، البصله 5 6. بالنسبه للمنداري مثلا كاين من 5 ونص حتى 6 دراهم مليح. داك ديال الديشي ديالو كيتباع ب 3 دراهم. ديسير غالي، ما تسولني حتى على شي حاجه، كل شيء انواع الديسير غالي حال، يعني ما يمكنش اي مسكين يعني يتناول بعض الفواكه صعبين عليه. فهمتيني؟ اللحوم راه معروفه على الصعيد الوطني، راه ما بين 90 درهم 100 درهم. اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء دابا يمكن هذا الاسبوع راه غاديه مزيان. الدجاج ب 14 درهم و 15 درهم، كيتراوح ما بين 16 درهم و 14 درهم، واحد النهار وصل حتى 13 درهم بالنسبه للدجاج. والبيبي راه الثمن ديالو يعني 28 درهم، والأذان ديالو كتباع ب 45 50 درهم. واخا السوق هذا بن سودة سي حسن كيجيو غير الدراويش الشعبيين، بالنسبه لهاد الاثمنه كيف كتجي؟ الشيء بالنسبه للناس اللي كيسكنوا هذا الحي، وهي صوره مصغره الاحياء الشعبيه في فاس كامله. قد ما تحدثتي على الرخاء، راه القدره الشرائيه ديال المواطن راه صعب عليه انه يعني كيعيش معذب، كلشي كيجيه غالي. بلادنا فيها 2 بحور 3500 كيلومتر ديال البحر، ما يصحشو ما يشري الانسان السردين ب 20 درهم. ما كنهضروش انا على الحوت البيض، نهضروا غير على الحوت الكحل اللي خصو يكون في المتناول ديال المواطنين، شران ولا سردين. والمواطن اللي كيخدم 80 درهم ولا 100 درهم وعنده 6 دراهم ولا 7 دراهم غيشري غير 2 كيلو ديال الحوت، غتجي قاصحه. ما عندوش غير الحوت، عنده مثلا عنده مسؤوليات وحدين اخرين. فهمتيني؟ عنده ولاد كيقراو، عنده مرض، عنده كرا، عنده يعني الا جيت تقرا هذا الشيء من الناحيه الوضع الاجتماعي والاقتصادي ديال هذه الفئات الهشة والفقيره،
راه مسكينه كتعاني في صمت. الدعم ب 4 ريال في نظرك انت غادي يحل المشكل، ما يخلصش الماء والضوء. هاد الشركه دابا اللي عطاو هاد التدبير ديال القطاع ديال هاد الشركه متعدده الخدمات ولا الولاد السميه الجديده اللي دوخونا غير بالسميات، كتبقى نفس السلوكات نفس الموظفين نفس الطريقه. شنو تغير؟ تغير الثمن. الثمن الانسان كان كيخلص 50 درهم الماء ولا يخلص 80 درهم ولا 90 درهم، كذلك الضوء. هذه تكاليف العيش ولا تقاصر على المواطن. وحنا غادي نغيروا مثلا باش نحسنوا واحد الوضع معين في واحد القطاع، ولا غنغيروا ونعمقوا الازمه ديال المواطنين ونضربوها في العمق ديال القدره الشرائيه ديالو، فهمتيني؟ لا غنغيروا، خصنا نغيروا فعلا واحد التغيير خصو يكون بنيوي يلامس جميع المناحي الحياه ديال المواطن. المواطن هو المحور ديال البلاد. هاد الناس اللي كيعيشوا في الرفاهيه والاستقرار المادي وعندهم واحد الدخل يعني مرتفع، هذوك بوحدهم. والصفوف الاماميه ديال المغاربه راه وقعت شي حاجه في هذا البلد غيدافعوا عليها الفقراء. هذاك اللي غيدير فيزا ديالو وينقص يجي في ميريكان ولا فرنسا. الوطنيه كاينه عند الفقراء. الوطن عندهم بدينو ما كيديروا فيه ما بغاو، في سرقه المال العام والاختلاسات والتلاعبات في الميزانيات والصفقات مشبوهه وبزاف ميسيال. واش الانسان اللي ما يقدرش يشري مثلا، نعطيك مثلا كيلو ديال اللحم السنه كامله، تيجي العيد الكبير هذا ياكلو اللحم الراس ب 70 درهم، اللي كان كياخذوا ب 40 درهم 35 درهم. يعني راه كنسمعوا السميات ديالهم كنعرفوا واش نقولوا وسمياتهم. هذيك شوف كاين بلادنا هذه بحال واحد بقره حالو بتغرب. واش كاين شي واحد دابا اللي كيراقب هاد المسؤولين الكبار غير ديال الخضروات شحال كيصدروا لاوروبا، وشي واحد كيقول لهم شحال كتصدروا، كيراقب داك نسبه التصدير والنسبه اللي خصها تبقى في هذه البلاد. وسيدي اللي غتصدروا مرحبا، والمواطن خصو يعيش العيش الكريم، خصو يكون عنده واحد الدخل محترم اللي يلبي به على الاقل الحاجيات الاساسيه ديالو. راه هاد الناس اللي في البلاد صابرين. حنا ملي كنتكلموا بهذه الحرقه على بلادنا ما كيعنيش اننا راه عندنا شي فكر انفصالي ولا شي حاجه بحال هادشي. حنا كنبغيو بلادنا وكنبغيو وطننا وكنبغيو ملكنا. وهاد الناس المسؤولين اللي واخدين مسؤوليات على مستوى في البلاد خصو يكونوا عندهم واحد الضمير حي. هادشي اللي غيجرنا الهضره ديال الانتخابات المقبله. المغاربه عندهم عقليه السمك، عطيه 4000 ريال يقول لي صوت على هذاك الشوار اللي سرقوا. كدوز عام ولا 6 شهور كيولي يقول لك داروا لنا وفعلوا لنا. وانت ساهمتي في تعميق الازمه، انت ساهمتي واحد القرار سياسي ديالك معين، التصويت ديالك على واحد اللص ديال المال العام، واحد المفسد، واحد الانسان اللي مازال راكب ثروه بواحد الطرق ملتويه غير مشروعه. ملي كتصوت عليه وكتعطيه صوتك انت كتساهم. هذا الاختيار الديمقراطي اللي هو اختيار ديال بلادنا كتساهم انك تفسدو. ملي كنهضروا على الديمقراطيه خصنا نهضروا عليها في الاوجه ديالها كامله، ونهضروا على الحقوق الاساسيه للمواطنين بجميع الاشكال. تفضل اخويا زيد الى ود. هادشي اللي كنقولوا حنا دابا حنا بلادنا خصنا نحاولوا ما امكن. لا رجع اللي كنتكلموا على هادشي خصنا نتكلموا بهذه الطريقه هذه. المواطن كيعاني باش نلخصوا الهضره. المواطن في بلادنا كيعاني وكيعاني في الصمت، والمسؤولين ما كيسمعوش لنا بالشارع. عاش هاد جيل زاد ولا جيل اكس ولا جيل اكريك، راه المغاربه كلهم اجيال عانوا عبر فترات معينه من تاريخ هذه البلاد. كاين اللي عطى دمه على هذه البلاد وما استفدش منها. هذا هو اللي بغينا نهضروا عليه. اما الانسان من يخرج مثلا للشارع ما خدامش وين غادي يسرق؟ هاد الصور منين جاي؟ جبناهم شي واحده اخرى. راه نتاج ديال سياسه اقتصاديه فاشله ديال هذه البلاد. وكنلقى الخدمه ولقى العيش الكريم ولقى تكافؤ الفرص ولقى هادشي ما ينوضش يسرق. واحد كاع يسرق ندخلوه للحبس، نكثروا في الحباسات. هذا ماشي حل. المقاربه الامنيه مشات الله يرحمها. بغينا مقاربه اجتماعيه اللي تحط في طلب الاهتمام ديالها المواطن. بغينا المواطن يكون يجيبو عامر بحال المغاربه كاملين. حنا ما غاديش نقولوا كلشي يكون قد ما كاينش ديالنا، ولا ما يكونش هاد الفوارق الاجتماعيه الكبيره الطبقيه اللي كتخلي واحد ما كاينش باش يشري كيلو ديال الطحين وواحد مراكم ترى بواحد الطرق معينه وما كاينش متابعات. كاينه متابعات انتقائيه، كاين الناس اللي فعلا مشاو كيأديو الثمن ديال السلوكات داروها في هذه البلاد. ولكن كاين ما هو اعمق. حنا كنبقاو نحاسبوا غير المنتخبين. كاين الناس الادارات فهمتيني، كاين الناس الادارات
ديال السلطات العموميه فهمتيني. كاين بزاف الحوايج خصها تتبدل. هادشي علاش كنرجع كنقول الدخل الفردي ديال المواطن المغربي مضروب في العمق ديالو. الانسان ما كيعيش مزيان وما كيعيش الكرامه. كتبقى شعارات كتقالنا في التلفازه وفي الصحافه بانه كاين المغرب عايش. شنو عايشين هاد البلاد هاد؟ مثلا غير مرض اصاحبي، غير مرض هزه ماليه في جيبو يمشي كله كيولي يقدر ينوض يسعى. صوبه صوبه هذا هو هادشي. المغاربه التلخيص ديالهم انا كاين واحد الفئه عايشه مزيان وفئه مسكينه معذبه بهذا يسطر عليها بالحمر، معذبه كتعاني. اما هاد الخضراء ملي يولي الانسان حاير مع الخبز مع مطيشه، هذا هو حق طبيعي ديالو. يولي حاير مع الخبز نقلوا عن حقوق واحده اخرى اللي ما عمري يوصل ليها كاع. الجيل الاول والثاني والثالث والرابع حقوق الانسان. حنا الحقوق الطبيعيه مازالين كنتخبطوا نوصلوا ليها، غير نحقوا واحد جزء منها. ما عنده السكن، ما كيقراش مزيان، ولادو ما كيقراوش مزيان، الى مرض كيعاني فهمتيني. هذه حقوق طبيعيه. وصلنا لكم لا حقوق اقتصاديه واجتماعيه ولا حقوق واحده اخرى. عطيونا غير حق ابسط الحقوق يعيش بها المواطن. المغربي معود على الصبر ديالو. حنا ديما كنقولوا له ياخذ حق كل مسؤول فاسد. وانتم الصوره اللي كتشوفوها هي صوره هذه تعطيك يعني تلخيص. ها سوق كي داير كنغوتنا عليه هذه 30 عام. حنا كنغوتوا المسؤولين بحال اللي ناعسين، بحال هاد الناس هادو ماشي مغاربه ماشي من هاد البلاد. ها انت خود انت كتشوف كاين اللي كتعطوا الكلاب ومسؤولين كيصرفوا المال العام بشي طرق اللي ماشي هي هذيك وما كيردوش البال وما عندهم غرض بهاد الفئه هادي. الفئه هادي عندهم زايده ناقصه. الا هاد السلطات العموميه ديال هنا ولا المجالس المنتخبه ولا هاد الحكومه اللي عمقت غير الازمه في هاد البلاد الله يحفظك حتى شي تغيير ما كاين. حشومه مواطن في القرن العشرين، مواطن ديال البلاد كتنظم كاس العالم ومازال ما عندوش القدره باش يشري كيلو د مطيشه مثلا ولا كيلو د اللحم. وانا اتحدى شي مسؤول يجي عندي يقول لي راه كاين هنا ناس ما يقدرش يشري كيلو د اللحم العام كامل ما يشريش، ونسولو على شي حوايج اللي هما بساط اللي ضروري خص يكونوا عنده في المتناول ديالو. الا مرض كيطيح صافي يسير رونديفو على عام عامين 6 شهور سير تتولي. هذا اصلاح الصحه والاصلاح ديال الكلام ديال التلفازه. والناس اللي كيقولوا المغرب زين راه كيساهموا وكيجرموا في حق هذه البلاد. خاص المسؤولين يعطيو تقارير صحيحه وينقلوا الواقع كما هو. وانتم كصحافه خصكم تنقلوا هذا الواقع. ومن خلالك بعدا كنشكر هذه القناه هذه اللي دائما كتجي تزورنا هنا كتعيش معنا هذه المعاناه اللي كنعانيوها هنا. لهذا انا غادي نمشيو الا كان عندك شويه ديال الوقت نمشيو بعدا قليل. ادخل بلاتي نمشيو نقطعوا نمشيو للجانب الاخر ديال السوق ان شاء الله بحول الله نصوروا ثم ان شاء الله بحول الله. سير من سير من واخا على حسب ما كاينش اللي يجلس لك هنا. لا راه كاين الاول تمشي بوحدك. لا نمشيو انا وياك. عطيني هذاك كما سمعتوا معنا متابعينا فكان هذا واقع ديال الخضر هنا في السوق الجديد بن سوده. غادي نمشيو